أوقات محافظة الإسكندرية في المقدمة بين محافظات مصر، نظرا لشهرتها الكبيرة بالنوات الشتوية التي تهب عليها سنويا. اقترب فصل الشتاء، ومع اقتراب فصل الأمطار تأتي محافظة الإسكندرية في المقدمة بين محافظات مصر، نظرا لشهرتها الكبيرة بالنوات الشتوية التي تهب عليها سنويا. والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للريح مما يثير اضطراب البحر، وقد تشمل أمطار غزيرة يتبعها سيول وارتفاع في موج البحر، وهي ظاهرة طبيعية مرتبطة بتغيرات الطقس وفصول السنة. تبدأ النواة الممطرة في شهر نوفمبر في 16 نوفمبر وتسمى نوة المكنسة. أول نوة المكنسة في يوم 16 نوفمبر هي إحدى النوات أو الظواهر الجوية الأكثر قوة وحدة وضراوة، يرجع إلى تسمية الصيادين لها بالمكنسة لأنها تكنس البحر من التغيرات الشديدة لشدة الرياح الباردة التي تهب تأثيرا لها، وهي رياح شمالية غربية تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة، وذلك حسب وصف الصيادين العاملين بمواني المدن الساحلية المصرية. وباقي نوة المكنسة تأتي في 22 نوفمبر ولمدة 4 أيام، بها رياح جنوبية غربية ممطرة. نوة قاسم تأتي في 4 ديسمبر ولمدة 5 أيام، تصحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة. معدل زيادة الأمطار بتتغير يعني تقريبا سنويا. زمان ما كناش بنشوف خالص موضوع الغرق ده ولا كميات المطر المتراكمة بالشكل الكبير ده، إنما طبعا ده موضوع التغير المناخي ساعد على اللخبطة شوية دي، يعني في طبعا زيادة في كمية الأمطار عن الوضع الطبيعي. نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية في النصف الأخير من شهر ديسمبر في يوم 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية خلالها رياح شمالية غربية تصحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد. نوة عيد الميلاد. نوة عيد الميلاد. نوة عيد الميلاد سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد لدى الأقباط 28 ديسمبر وتستمر يومين، وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية تتميز بأنها شديدة الأمطار. نوة رأس السنة. نوة رأس السنة سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية في مطلع العام الجديد من كل عام في شهر يناير وتستمر لمدة 4 أيام، وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة. نوة الفيضة الكبرى بها يزداد ارتفاع الأمواج وتتوقف مهنة الصيد. نوة الفيضة الكبرى تهب على الإسكندرية في النصف الأول من شهر يناير في يوم 9 يناير، وسميت بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض ويزداد ارتفاع الأمواج بشدة مما يصعب خلالها ممارسة مهنة الصيد، وتستمر الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام، وتهب خلالها رياح جنوبية غربية شديدة الأمطار. نوة الغطاس سميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، وتهب على الإسكندرية
في النصف الأخير من شهر يناير في يوم 18 يناير، وتستمر 3 أيام، وتهب على الإسكندرية خلالها رياح غربية ممطرة. نوة الكرم تهب على الإسكندرية في الأيام الأخيرة من شهر يناير في يوم 28 يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم لأنها كريمة في أمطارها ورياحها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار. نوة الشمس الصغيرة وهي تستمر 3 أيام فقط، سميت بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى فترات تساقط الأمطار، وتهب على الإسكندرية في منتصف شهر فبراير في يوم 14 فبراير، ويصاحبها رياح غربية وتكون شديدة الأمطار. نوة السلوم تهب على الإسكندرية في أوائل شهر مارس في يوم 4 مارس، وتستمر لمدة يومين فقط، وتهب على الإسكندرية خلالها رياح جنوبية غربية يصاحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لهبوب رياح غربية من جهة السلوم. نوة الحسوم هي أشد النوات برقا ورعدا، وهي أشد النوات التي تهب على عروس البحر المتوسط الإسكندرية، وتهب في الأسبوع الأول من شهر مارس في يوم 8 مارس، وقد سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها ولأنها تتميز ببرق ورعد شديد وهطول أمطار، وهي تعتبر آخر النوات الممطرة الشديدة التي تهب على الإسكندرية. نوة الشمس الكبيرة تتميز بنشاط كثيف للرياح، وأيضا تتميز بهبوب رياح جنوبية شرقية وأمطار غزيرة. سميت نوة الشمس الكبرى بهذا الاسم بسبب أن الشمس تسطع فيها بقوة خلال ساعات النهار والذروة، وأيضا ترتفع الأمواج خلال أيام النوة، كما تتوقف رحلات الصيد والملاحة البحرية. إلى آخر نوة في الشتاء، وهي نوة عوة أو برد العجوزة. نوة عوة أو برد العجوزة تهب على الإسكندرية في الأسبوع الأخير من شهر مارس في يوم 29 مارس، وهي نوة شديدة تهب خلالها رياح شرقية تستمر لمدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة. بيان بدرجات الحرارة يوميا في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، درجة الحرارة الكبرى والصغرى لمدينة الإسكندرية. أوقات في محافظة الإسكندرية في المقدمة.